السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندرس النهاردة إن شاء الله كلمات غريبة شوية. أكيد النهاردة بطريقة احترافية هنفرق بين الكلمات دي nonetheless, nevertheless, however, in spite of, despite, even so, though, although, even though, albeit, somehow or another. يجب تقسيمها إلى مجموعات حسب القاعدة النحوية وقوة المعنى، لأن أغلبها يعطي معنى التناقض، ولكن يختلف مكانها في الجملة. المجموعات النحوية للروابط. 1. مجموعة ظروف adverbs تستخدم للربط بين جملتين كاملتين، وغالباً تأتي بعد نقطة أو فاصلة منقوطة. الكلمة، الاستخدام، المثال English and Arabic. However الأكثر شيوعاً، ولكن أو مع ذلك. The flight was delayed, however we arrived on time. تأخرت الرحلة ومع ذلك وصلنا في الموعد. Nevertheless رسمية جداً بالرغم من ذلك. The test was difficult, nevertheless he passed. كان الاختبار صعباً وبالرغم من ذلك نجح. Nonetheless نفس معنى nevertheless تماماً. It was a risky plan, nonetheless it worked. كانت خطة مخاطرة ومع ذلك نجحت. Even so تركز على رغم صدق ما قيل. The weather was terrible, even so the pilot decided to land. كان الطقس سيئاً ومع ذلك قرر الطيار الهبوط. 2. مجموعة الروابط المتبوعة بجملة كاملة conjunctions يجب أن يأتي بعدها فاعل زائد فعل. الكلمة، الفارق في القوة، المثال English و Arabic. Although رسمية ومعتدلة بالرغم من أن. Although it was raining, we went out. بالرغم من أنها كانت تمطر، خرجنا. Even though أقوى وأكثر تأكيداً. Even though he is rich, he lives simply. بالرغم من أنه غني، إلا أنه يعيش ببساطة. Though غير رسمية، تأتي أحياناً في آخر الجملة. I enjoyed the movie though it was long. استمتعت بالفيلم مع أنه كان طويلاً. albeit رسمية جداً، تتبعها صفة أو شبه جملة. It was an amazing trip, albeit expensive. كانت رحلة مذهلة وإن كانت مكلفة. 3. مجموعة حروف الجر prepositions يأتي بعدها اسم noun أو فعل مضاف له ing فقط، لا تأتي بعدها جملة كاملة. الكلمة، القاعدة، المثال English and Arabic. Despite لا تأتي معها of. Despite the heavy rain, the plane took off. بالرغم من المطر الغزير، أقلعت الطائرة. In spite of نفس معنى despite تماماً. In spite of feeling tired, he kept working. بالرغم من شعوره بالتعب، استمر في العمل. 4. كلمات الكيفية manner. هذه الكلمات لا تستخدم للتناقض، بل لوصف كيفية حدوث الشيء. الكلمة، المعنى، المثال English و Arabic. Somehow بطريقة ما، غير معروفة. We will finish this project somehow. سننهي هذا المشروع بطريقة ما. Somehow or another بطريقة أو بأخرى، تأكيد أكبر. We must find a solution somehow or another. يجب أن نجد حلاً بطريقة أو بأخرى. ملخص سريع للفرق الجوهري. لو عندك جملة كاملة، استخدم although أو even though. لو عندك اسم أو ing، استخدم despite أو in spite of. لو هتبدأ جملة جديدة بعد نقطة، استخدم however أو nevertheless. لو عايز توصف طريقة غير محددة، استخدم somehow. وبكده فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. نشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.